معاكم دكتور علي عزيز من سنتر نجاهد أكاديمي، طلبة الفرقة الرابعة قسم محاسبة. هندرس مع بعضينا الترم ده مادتين. المادة الأولى نظم المعلومات، تنقسم إلى قسمين: نظم معلومات محاسبية ونظم معلومات إدارية. الامتحان الخاص بمادة نظم المعلومات بيكون بابل شيت معتمد على فهمك للجزئين. لازم تحل في الجزء المحاسبي كويس ولازم تحل في الجزء الإداري. هنتعرف في الجزئين على طبيعة نظم المعلومات، هنتعرف على ايه هي البيانات وايه هي المعلومات. خلاص. ولازم نعرف حاجة مهمة جدا: النظام بيأثر في المنظمة، هل المنظمة نظام مفتوح ولا نظام مغلق؟ هنتعرف على أنواع التقارير المالية في الجزء المحاسبي. هنتعرف في الجزء الإداري على أنواع النظم الإدارية، وهل النظام الإداري أعم وأشمل من النظام المحاسبي ولا النظام المحاسبي أعم وأشمل من النظام الإداري. طيب المادة الثانية هندرسها مع بعضنا، ألا وهي مادة دراسات متقدمة في علم المراجعة. هندرس المعايير الخاصة التي تحكم عملية المراجعة والتي تحكم أداء المراجع والتي تحكم إعداد تقرير المراجع. هندرس موضوع ألا وهو المراجعة الإدارية والمجالات المتخصصة في علم المراجعة. امتحان طبعا المادة يا جماعة مشتركة ما بين قسم انتساب، ما بين شعبة انتساب وشعبة انتظام. الامتحان الخاص بمادة المراجعة 50 بيبقى شكل الامتحان 50 جملة اختيارات. الدكتور مش بيجيب أو لا يأتي في الامتحان بأسئلة الصح وغلط. ودي كانت نبذة تعريفية عن المواد اللي أنا هقدمها في شعبة محاسبة، مادة نظم المعلومات ومادة دراسات متقدمة في علم المراجعة. أتمنى أن أشوفكم في المحاضرات الكاملة على المنصة التعليمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.